حياتكم صحة. على حقا فرح ياسر بعد فواياج كما هكايا جدا باللغة برشا. الحمد لله الساعة اللي حمودة وصل للي يحب عليه. أنا قد ما فرحنا بالتتويج وبالميدالية، وقد ما أنا مازلنا فرحانين، قد ما أنا موجوعة من الفيديو هذي. يعني البطل العالمي، فخر تونس أحمد الجوادي، ولا مسؤول انا ريته في الفيديوهات. كان فما مسؤول انا ما ريتوش، بعد صلح لي جزبار، ما شفناش المسؤولين خارج من المطار. يعني وكانه هو ما هو تعدى على تركيا على اسطنبول. تعرف شكون المسؤولين اللي كانوا حاضرين؟ المسؤولين هما عدد كبير من احباء الشعب التونسي اللي كانوا موجودين. وكي خرج احمد الجوادي من الباب كانت هاله من التصفيق في المطار مع العباد الكل اللي كانت موجوده. لكن طريقه خروجه كما قلت انت ما فما حتى استقبال. نورمالمون كان من المفروض انه يتعدى للصاله الشرفيه معروفه في مطار تونس كرتاج اللي تعداوا عليها الابطال والفنانين. فما اغلبيه التعليقات اللي شاهدناها توا حتى على الفيديو اللي هبط قالوا كان جاء فنان راهي قامت الدنيا وقعدت، راهي بالبوكي بالنوار وغيره والاستقبال، يجيبوا فيهم بالعمله الصعبه. شامبيون دو موند، دوبل شامبيون دو موند، دوبل يخرج معناها الحقيقه ما فماش حتى بوكي نوار تاع استقبال. هذا في انتظار ديما. انت كيفاش عرفتي وجاي؟ احنا علمته بيه الناس الكل كانت في بالها يخلط اليوم المعلومه موجوده. وسائل الاعلام الكل كانت موجوده، وكان حتى تنظيم على اساس احنا تنظمنا الناس الكل انه باش يتعدى. واما شوف فما حاجتين، يا اما تكون فما كونفيرونس بريس، يا اما فما طريقه التنظيم. ولكن لولي الظاهر انه تعب ديجا، حتى ديكلاراسيون تاعو محلاه كيفاش قال بارك الله فيكم برشا محبه انه جيتوني، لكن راني والله تعب 14 ساعه فول نحب نرتاح شوي. اوكي هذا موجود. لكن الحقيقه ريت بعد اللي صار هذا سماح يلزم تكون فما كونفيرونس دو بريس مينيموم، ما نعرفوش شنو راي وزاره شؤون الشباب والرياضه في هذا الموضوع. لا قبل ويني وزاره الشباب والرياضه قبل رايها معناتها وين والجامعه تاع السباحه تخرج توضح، وين وجامعه السباحه تخرج توضح تقول علاش انه ما فما حتى في الاستقبال نتاعو. الى حد الان فما معلومه تقول انه باش يتم استقباله، ما نعرفوش من طرف شكون، ممكن من طرف وزاره شؤون الشباب والرياضه، ممكن الحاجه الاكيده انه من رئيس الجمهوريه باش يكون في استقباله. هذه معلومه مؤكده اللي عندنا. ولكن طريقه وصوله الى المطار راهي هذه كما قال سيف الجزيري خيبه امل كبير.